السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب أم مالك. ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة كده إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض هنخزن الكرنب. طبعا الكرنب البلدي جميل جدا في السوق دلوقتي وسعره كويس. هنبدأ نخزنه برضه عشان رمضان يبقى موجود عندنا في أي وقت كده، نطلع الطبق من الفريزر ونسيبه يفك ونقوم جايين قاعدين عاملين المحشي بتاعنا. هنا بقول لكم في ناس بيقطعوا الورق، بيقلبوا الكرنباية كده ويقسموها. انا ما بعرفش اعمله كده بصراحة. انا ببدأ افرغ الورق كله كده ورقة ورقة واسلقه، علشان يطلع معايا الورق صحيح كده وحلو، وانا اقطعه المقاس اللي انا عايزاه اهو. وبرده ساعات لما بتبقى كرنباية مثلا صغيرة بقوم جاية مفرغاها من النص وحطها في الحلة وابدأ اسحب ورقة بورقة كده. طبعا بدأنا تجهيزات رمضان معانا، برضو ان شاء الله هبدأ انزل لكم الفيديو بتاع البسلة. حاليا انا ما خزنتش غير هو الكرنب والبسلة. هنا جبت بقى المية بتاعة السليقة اهيت، حطيت فيها شوية ملح وشوية كمون بس. في ناس بتحط سكر، حطوا اللي عايز يحط حاجة يحطها، انا مش بحط غير هو شوية كمون وشوية ملح بس على المية. وطبعا بقى المية بتغلي ومجهزة جنبي طبق فيه مية باردة عشان هطلع من هنا احط من الحلة احط في الطبق، علشان خاطر ان انا هعينه في الفريزر فمش هينفع ان هو يبقى مسلوق قوي. لازم برضو بتسيبي فيه يعني زي تكاية كده، يا دوبك بتحطيه في المية هو يدبل. شوفوا زي ما انا عملت كده، انا اللي مجريه الفيديو في الحتة دي ولا حاجة اهو. حطاها يا دوبك هيدبل واقوم جايه حطاه في المية الساقعة، لان لازم برضو بتاع الفريزر بتسيبي فيه زي تكاية صغيرة كده اهو. حطيته في المية برد وهشيله بقى احطه في في الصينية. كل سنة وانتم طيبين. عارفين طبعا اول يوم رمضان الناس مصر كلها بتعمل محشي، فهتيجي تجيبي مثلا كرنب في الوقت ده هتلاقيه غالي جدا جدا بقى، والبياعين ما بيصدقوا فرصة زي دي تيجي، بيبيعوا الحاجة بالضعف. يعني مثلا النهاردة كان الجو بيمطر اهو، لو كنت نزلت قلت خلاص انا هجيب مثلا الكرنب النهاردة في المطرة دي، كان زمانهم هيضربوا السعر في اتنين على طول. طبعا هبدأ اخلص الكمية كلها اللي انتوا شايفينها معايا في السليق دي. اهم حاجة تاخدي بالك من السليق ده، تحطيها في المية وتطلعيها على طول ما تسيبيهاش، عشان خاطر انت لو سبتيها، وخصوصا شايفين الورق معايا عامل ازاي ابيض، انت لو سبتيها الورق هيتهرى منك. وتحطي في الفريزر كمان، التلج بيهري الحاجة شوية برضو، لا هتبوظ منك. ما بياخدش وقت، هتتعبي يوم وتيجي تاني يوم تلاقي الحاجة جاهزة معاكي، مش هيبقى في اي تعب عليكي ولا اي حاجة. خلاص طبعا خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، وبدأت بقى امسك اقطعه. في ناس برضو العروق اللي بتطلع دي بتخللها بعد ما بتتعمل، جربتها مرة طلعت وحشة جدا. وبقطع بقى الكرنب اهو المقاس اللي انا عايزاه، بسويها من فوق ومن تحت. بصراحة ما اعرفش ان انا اخليها تبقى مش متساوية من فوق ومن تحت كده اهو. ببدأ اقطعه كده، طبعا كده لسه بشيل العروق وهقطعه بقى، وهبدأ لسه تاني بعد كده هرصه على الصينية واقسمه في الاكياس. بصوا بقول لكم هعمل كده بقى، همسك الورقة اخد المقاس على قد ايدي كده واقوم جايه رصاه فوق بعضه، بحيث ان انا لما اجي اقسمه يبقى متقسم معايا كده ومظبوط. هاخد الكومة او مش عارفه اقول المهم هاخد الجزء اللي مرصوص دوت واحط وارصه كده فوق بعضه، وهعينه في الفريزر. بس كده، وحاجة سهلة ما خدتش معانا 5 دقايق ووفرت علينا تعب السنة كله. طبعا انا عملت كرومب كتير غير ده، بس ده طبعا بوريكم ازاي انا كنت بعمله، لان انا مش ما جبتش كله في يوم واحد وعملته، عشان طبعا انتوا عارفين بيبقى تعب وكده، فما عملتوش كله في يوم واحد. واللي طلع ده بقول لكم انا هعينه في كيس تاني عشان ابقى احطه تحت الكرومب بس. وادي الكرومب معانا وطريقته. وهتبداي بقى ترصي في الاكياس، في اطباق، في اللف تحطيها في اكياس وعينيها في الفريزر، واحلى حبه محشي تعمليه. ايه رايكم بقى؟ هتطلعي على طول من الفريزر تسيبيه يفك، سيبيه يفك براحته خالص،
ما تحطيش عليه مَيّة ولا تحطي عليه حاجة، سيبيه يفك براحته خالص، وتقومي جاية بقى واخدة ورقة من ورقة كده، حاجة كده جميلة وحاجة عاملاها في البيت وتوفّر عليكِ وقت ومجهود وفلوس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم أي جديد. باحبكم في الله والسلام عليكم.